بسم الله الرحمن الرحيم. لايف النهاردة احنا عاملينه مع كابتن معتز. كابتن معتز هو مؤسس نافي فيت. نافي فيت للي ما يعرف. تمام. احنا كده عملنا لهم انفيتيشن، احنا منتظرينهم ينضموا لينا. اللي ما يعرفش نافي فيت يا جماعة، نافي فيت هي بوكس كروسفيت في بورسعيد. هدف الفيديو ده هنتكلم مع كابتن معتز لأن هو في الفيلد بقاله حوالي 10 سنين. آه، في الفيلد بقاله 10 سنين. آه، بيتعامل مع رياضيين بشتى. آم، معلش أنا آسف، بس أنا بضيف كابتن معتز معانا آه، بحيث يقدر يخش معانا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. حبيبي حبيبي كابتن معتز. ازيك يا يا دكتور؟ مساء الخير. الله، أنا إيه؟ كله تمام. الله يكرمك، الحمد لله على السلامة. الله آه، يكرمك. أقدم لحضراتكم كابتن معتز كده سريعا. كابتن معتز هو مؤسس نافي فيت. نادي فيت هو بوكس كروسفيت في بورسعيد من 2018 بفضل الله ما شاء الله عليهم. المفروض ان هم عندهم كمان فرعين. كابتن معتز معاه سيرتيفيكتس دوليه، كروسفيت بروجرامينج، سترينث اند كونديشننج، ومعاه كمان فانكشنال تريننج. التيم بتاع نادي فيت هو بينزل بطولات بتاعه كروسفيت في مصر، بيشارك في بطولات بتاعه كروسفيت. هدف الفيديو ده احنا هنتكلم عن رياضة الكروسفيت والفرق ما بينها وبين الجيم وبقية الرياضات. زائد ان احنا هنعلن عن مفاجأة ان شاء الله مع كابتن معتز آم، في نهاية الفيديو عن البطولة اللي هو مؤسسها، وازاي احنا هنقدر نشارك في اسيليتهم فيها، والمميزات اللي هتاخدوها من كابتن معتز او مننا. مش عايز اطول بقى يا كوتش، وعايز حضرتك اللي تبدأ يعني سريعا كده تقول لنا يعني فريق العمل اللي مع حضرتك والكروسفيت، وايه الفرق الكروسفيت عن الجيم، يعني نوضح بس للي مش عارف يعني ايه كروسفيت، الفرق سريعا بس. باختصار شديد هو الكروس فيت هو رياضة. يعني مش مجرد تمرين وخلاص، انت بتمارس رياضة، وهو ميكس بين 7 رياضات في بعض. داخل فيه اكتر من رياضة، بيكون فيه ويت ليفتنج، بيكون تمام. فيه جمباز، بيكون فيه جزء من تمارين الباور ليفتنج، تمام. بيكون فيه تمارين جري، تمارين كلايمنج، م- تمارين روج، تمارين بايك. هو م- عامل ميكس بين الرياضات دي كلها في بعض. م- فانت لما بتلعب كروس فيت انت بتمارس رياضه، مش م. مجرد جاي بتتمرن وخلاص. تمام. هي يعني بتتم كمان في اطار تنافسي، م- ان انت ليك ميشن او انت ليك تارجت معين انت محتاج تخلصه في وقت معين. م. فبتشتغل عليك فيزيك وبتشتغل عليك كمان منتال. حلو. اللي انا ازاي مثلا بشتغل مثلا 20 دقيقه او 30 دقيقه او 15 دقيقه، او احيانا في تمارين بيوصل ورك اوت ل 55 دقيقه متواصل انا حلو جدا. شغال. م. فانا ازاي اقدر اوظف يعني فيزيكال مع منتال الاثنين في نفس الوقت. تمام. فهي رياضه ممتعه وكل يوم متغيره، يعني ما فيهاش حاجه ثابته، انت كل يوم بتتعلم فيها سكيلز جديده، تمام. كل يوم بتتطور. تمام. اي حد ممكن يلعبها ايا كان عمرك. الكومبيتيشنز بتاعت الكروس فات فيها كاتيجوريز كتير، م. فيها 15 ل 16، وفيها لحد 18، وفيها من 18 ل 21، وفيها من م. 21 ل 35، من 35 ل 40، حلو جدا. ومن 40 ل 45 سنه، حلو. ومن 45 ل 50، ومن 50 ل 55، تمام. ومن 55 ل 60 سنه. هي واخدة كل الشرايح تقريبا معانا يعني. وكل حاجه بيكون ليها يعني التمارين الخاصه بيها. م. وانت بتبدا ليفلز فيها، يعني انت لو لسه اول مره اصلا هتلعب كروس فيت وجاي تتمرن، فانت بتخش في كلاس اسمه فاونديشن. فاونديشن ده انا بقعد معاك من مثلا مده شهر، بعلمك الاساسيات، تمام. بعرفك طبيعه اللعبه، بخلي جسمك ياخد عليها يتعود عليها اكتر، تمام. ومع الوقت تبدا تتطور، اه. اللي انت اصلا توصل اللي انت تخش في ليفل بعد كده اعلى، بعد كده ليفل م. اعلى. م. م. يعني الميزه فيها اللي هي كلها تحديات وملهاش اخر، انت كل يوم في جديد، م. مفيش تمرين بيتكرر، شكل التمرين م. نفسه مش بيتكرر. م. فدي دي الميزه فيها اللي طب. هي برضه متنوعه. تمام. طب هي ليه يا كوتش دايما واخده فكره عند الناس ان اصاباتها كتير؟ يعني ما ايه اللي هو بيحصل؟ يعني ايه المشكله اللي هو بتحصل؟ هو الاصابات الكتير دي بتكون مشكلتها اللي انت بتتمرن مع حد اصلا مش دارس اللعبه، او ما م- مرنهاش، او مش فاهم ابعاد اللعبه، فبيقول كروس م- فيت.
ودي مشكله كبيره، مشكله كبيره ان دلوقتي اي حد بيعمل مثلا بزنس فبيقوم حاطط مكان كده كروسفيت. مم. طب انت ما عندكش خلفيه اصلا عن الكروسفيت، او مم. انت على الاقل ما مارستش الرياضه مم. عشان اللي انا على الاقل اعرف امرنها، او انا ما صح درستهاش، او انا مش صح عارف صح. البروجرامنج بتاعها بتعمل ازاي. مم. فتتصاب. مم. فاللي يتصاب في حد بيتمرن مع حد مش عنده درايه كامله بالرياضه، تمام. فيحصل تعميم. لا، اه. هي مش الرياضه المشكله، هو تمام. انت اللي اتمرنت غلط او اتمرنت مع حد يعني مم. مش عارف الرياضه كويس. مم. بالظبط زي ما ينفعش انا اجي يا جماعه انا همرن سباحه وانا اصلا مش مدرب سباحه. اه صح يعني صح. مم. اعرفك العوم ازاي والتكنيك السباحه ازاي، مم. وانا اصلا يعني ما عنديش خلفيه عن اصلا تمرين السباحه. مم. احنا حتى في كورس فيت في جزء سباحه مش مم. انا اللي بمرنه، احنا بنودي لحد متخصص مدرب سباحه معانا يمرنه. تمام. جزء حلو جدا. الليفتنج معانا، احنا عندنا في المكان جايبين مساعد مدرب منتخب مصر عسكري بيجي من المؤسسه حلو العسكريه، قوي. بنسمع حلو قوي. يدي كلاس ليفتنج ويرجع. صح حلو قوي. واعتقد هي المشاكل دايما بتيجي من حته الويت ليفتنج يعني. بالظبط، فحتى عندنا هنا جايبين حد متخصص في الويت ليفتنج مم. مم. بيمرن الجزء ده، واحنا مم. مم. بنمرن بروجرام عموما. بس في تمام. حاجات معينه بتحتاج حد متخصص، فالمشكله الكبيره ان انت بتروح لحد هو يعني ابسط حاجه ما لعبش اللعبه اصلا، مم. فمش مم. عارف التكنيك، لان هي لعبه فيها سكيلز كتير، فطالما في سكيلز ففي تكنيك، فانت محتاج تتعلم مراحل الحركه عشان تمام. تعرف تعملها صح. تمام. فطالما ما تعملش مرحله صح فمنطقي ان انا هتصب. اكيد. زي العجله كده، اكيد. العجله فاول مره بيكون في بدال، صح. بيكون في نقص في سندات، بعد شويه بتبقى سناده واحده، بعد شويه ببدا بالانس شويه هقع، بعد شويه بلاقي نفسي مشيت في العجله او صح. بالعجله من غير سندات. هو نفس الفكره. يعني نفهم كده يا كابتن معتز إن ما ينفعش حد يتمرن لوحده كروسفيت في البيت. لا، هو لو هو اصلا كان بيلعب اللعبه دي وعنده خلفيه عن مم. اللعبه دي واتمرن فتره مم. كبيره مم. ووصل لمرحله اللي هو خلاص بقى متمرس فيها وفاهم، ممكن يتمرن لوحده مم. خلاص. مم. بس مهما اتمرن لوحده برضه اي حد بيحتاج كوتش، يعني الكوتش نفسه بيحتاج كوتش، محتاج حد تمام. يشوفك انت، لان تمام. الكروسفيت هي بتكون صاله مفيش مرايه زي الجيم، مفيش حاجه انت مش شايف نفسك، فهي بيكون جروب تريننج وفي حد واقف بيبص على ادائك، بيبص على الحركه، خلي بالك من ظهرك، خلي بالك من مسكه البار، من ايدك امسك كذا. فهي لعبه جماعيه طب يعني. انت شايف ايه التحديات اللي بتواجهها في مصر؟ يعني البوكسات بتاعه الكروسفيت اللي بتفتح، ايه التحديات؟ لان في طبعا مع اخر كام سنه للاسف في بوكسات بتفتح وبيحصل عندها مشاكل وبتقفل، ده سببه ايه يعني؟ او نصيحتك يعني بمعنى اصح، انت راجل محترم بصراحه ويعني وبتتكلم بوضوح، يعني نصيحتك للشباب اللي عايز يفتح كروسفيت يعني. يعني اول حاجه يعني انت لازم تكون على الاقل اتمرنت اللعبه دي فتره، بعد كده مرنتها في مكان ليك قاعده، وبناء عليها بتبدا تفتح مكان. فانا جاي لك لان انا عارفك، لان الفكره ان في الكروس فيت او في الالعاب دي انا مم. مش بروح اكتر للمكان، انا بروح اكتر للكوتش. تمام. يعني مثلا انا هي لعبه مدرب اكتر من مكان. الاختلافات طبعا بسيطه المكان يعني. بيكون يعني انت عارف المدرب ده كويس واللي هو بيطلع ناس كويسه في نتائج كويسه. مم. فانا بقى عايز اتمرن كروس فيت، فبسال في حد بيقول لك كوتش كذا كويس فاروح له. مم. فانت ما ينفعش مجرد ان انت شفت فيديوز على اليوتيوب او مارست اللعبه لمده شهر ومفيش خلفيه عنها او ما قريتش ما درستش اروح افتح. دي اول حاجه. تاني حاجه المشكله الكبيره اللي انت مفيش دراسه سوق. تمام. انا بفتح وخلاص في اي مكان، طب هذا المكان ده فعلا محتاج كروس فيت؟ طب انا ممكن افتح في مكان حواليه اصلا 20 بوكس حواليا وقدام، تمام. فانت صح بتفتح في صح. المكان ده اصلا بتعمل ايه فيه؟ فانت مم. محتاج ايه في الخدمه حاجه اسمها المميزه اللي انت دراسه. هتقدمها او الاضافه اللي هتقدمها؟ بالظبط، هذا المكان اصلا محتاج بوكس كروس فيت تاني ولا هو عشان مجرد افتح وخلاص؟ مم. فبتلاقي ناس كتير بتقفل مم. في التوقيت برضو، او مثلا في ناس يعني بتكون كويسه برضو جدا بس عندها مشكله، هو مش بيسوق لنفسه كويس مم. او مش عارف يظهر شغله. انا فتحته وخلاص بس انا اه. ما بعملش ميديا، محدش اه. اصلا يعرف عني حاجه. طب مم. انا هديك ازاي اصلا وانا مش ما اعرفش انت موجود فين، انت مش قريب ليا، انت مش سهل ليا، مم. لحاجات كتير. فهو الموضوع محتاج دراسه، يعني ان انا اكون مدرب حاجه او ان انا اكون اصلا افتح مكان وادير مكان او يكون عندي بزنس اصلا، دي حاجه تانيه خالص. الموضوع انت ممكن مش بالبساطه ان انا انزل افتح فاشتغل. تكون مدرب شاطر بس انت لما تيجي تفتح مكان، طب انا مثلا ضعيف في الاداره، طب انت ممكن تجيب حد يدير لك المكان وانت خليك كوتش برضه. تمام.
تمام. عادي جدا لو انا ممكن افتح مكان واجيب حد يدير المكان مم. يكون احسن مني، وانا اكوتش في المكان. انا الناس كده كده الكلاينت بيجوا لي، بس انا ممكن تمام. يكون في حد انا مش كويس، هتشوف حد كويس مدير عينه في المكان. وانا ففي اتفرج ابعاد من كتيره. التمرين. هو انا بفتح وخلاص يعني. اه. طب انت قبل ما تفتح درست كل الابعاد، مم. درست السوق حواليك، المنطقه حواليك، مم. الاسعار حواليك، الشركات حواليك. مم. تمام. بالظبط. حاجه تانية برضه بيواجهها في ناس بتقفل عشان هو مثلا يعني في الاغلب الناس كتير بتميل لموضوع الجيم. هو اه. كويس ان انت بتمارس رياضه يعني. يعني الاقبال مؤخرا على الكروس فيت، الناس بدات تستوعب الموضوع، بدات تفهمه اكتر، وفي اقبال كتير عليه. في الاول ما كانش مم. فيه الكلام ده، مم. كان في معاناه كبيره عشان تفهم حد يعني ايه كروس فيت. مم. ال- طب انا اسيب الجيم واجي لك؟ طب انا لو جيت لك هعمل شيب؟ فهو الشيب برضه. ودي طبعا حق كل حد، كلنا بندور على الشكل الكويس. بس هو ان جنرال يعني انت بتروح جيم، بتلعب كروس فيت، بتنزل تجري، بتلعب سباحه، بتنزل تجري على البحر، بتلعب تنس، بتلعب بدل. المهم كون اللي انت تتحرك. اصلا في رياضه اصلا ده حاجه كويسه يعني ما تختصش حاجه بعينها. يعني كويس ان انت اصلا بتحافظ على صحتك وبتلعب رياضه، بتلعب كروس فيت، تبقى بتروح جيم. ده حاجه كويسه يعني. برافو اللي انت اصلا بتهتم بصحتك تمام. ايا كان نوع الرياضه. مش مهم يعني. مش الصحه مهم دي هي الثروه الاولى. هي ايه، المهم انك بتتحرك وبتعمل رياضه. طب يعني رياضه الكروسفيت يا كوتش، لو حد بيتمرنها ممكن يخش بطولات دوليه زيها زي الكاراتيه والسباحه والكوره؟ هو مبدئيا هي طبعا هي لها اتحاد خاص، يعني هي مش لعبه اولمبيه. تمام. وكل حاجه بتتم في شكل اتحادات خاصه. تمام. بس هي لها بطولات، وليها بطولات كتير. البطوله طبعا الاشهر في مصر وفي الشرق الاوسط بطوله الفت. تمام. البطوله الانترناشونال الاشهر الكورس فيت جيمز. تمام. دي بيكون لها تصفيات ودي بيكون لها تصفيات. مم. وبعدين الميزه كمان اللي هم في كاتيجوريز كتير. يعني في كاتيجوري حاجه اسمها فاونديشن، في حاجه اسمها سكيلد، مم. في حاجه اسمها ار اكس. ايا كان مستواك تقدر تشارك. يعني حتى لو مثلا بقالك 3 شهور بتلعب اللعبه، انت ليه كاتيجوري تخش فيه وتشوف نفسك تمام. التارجت السنه اللي بعدها. مثلا لو انت دلوقتي فاونديشن توصل للسكيلد، مم. لو انت سكيلد السنه اللي بعدها توصل للار اكس اللي مم. هو اعلى ليفل في المنافسه. مم. هي الميزه اللي هي ليها منافسات كتيره، فانت بتتمرن عشان هدف. مم. مم. زي اي رياضه، الكاراتيه مثلا ليه بطولات، مم. الكروسفيت برضه ليه بطولات كتير. تمام. بس هي تمام. الاشهر في مصر وفي الشرق الاوسط الفت، وفي العالم طبعا الكروسفيت جيمز اللي هي تمام. بتستارت بالاوبن. تمام. تمام. طب تقول لنا بقى يا كوتش، انت فكره المسابقه جات لك ازاي، او ازاي اتحركت، وهل انت عملت المسابقه دي قبل كده ولا اول مره تعملها السنه دي؟ لا، هي مسابقه باتل بنعملها في نيفي، دي تاني سنه ليها. عملناها السنه تمام. اللي فاتت، وكنا بنختار رمضان اكتر نعمله فيه. مم. آه، في الغالب ما فيش حد بيعمل مسابقه في رمضان، وفي الغالب الناس اصلا بتكسل في رمضان كتير. يعني في ناس صح. صح. مشغولات كتير، الله يكون في عون الناس يعني، ما صح. بينزلش. فانت لما تكون برضو بتتمرن عشان انت عندك تارجت وعندك كومبيتيشن، صدقني يعني الوضع متغير خالص. انا بتمرن عشان عندي تارجت. مم. فاحنا كان الهدف اللي احنا بنعمل حاجه في رمضان، بتكون بعد الافطار. بيكون لها عدد تيمات معين، بيكون لها وقت معين طبعا عشان في وقت سحور وكده. في نفس الوقت الناس تتشجع، والله يا جماعه احنا عندنا حاجه في رمضان. فده بتشجع الناس اكتر، اللي هو لا انا داخل كومبيتيشن. وبعدين هي تيم، فانت بتخش انت وزميلك. فده بيشجعك، اللي انت مثلا انا داخل انا وزميلي، فلا يلا ننزل نتمرن، ده احنا عندنا مسابقه في رمضان، بلاش تكسل. فلو انا تمام. نازل وصاحبي هيشترك معايا، هيخش معايا في التيم بتاعي، يبدا يتشجع وينزل معايا. تمام. عملناها السنه اللي فاتت وكانت على صغير شويه، وكان شارك فيها 30 تيم. ما شاء وهي الله. تمام. تو كاتيجوريز، بيكون ميلز اونلي وفي ميلز اونلي. تمام. البنات بتنافس بعض والولاد بينافس بعض. حلو جدا. آه، دي حاجه السنه دي مميزين انتوا فيها اكبر. بس. متارجتين اللي هي يكون ليها 40 تيم السنه دي. تمام. تمام. متارجتين يكون زي 10 فرق. تمام. السنه اللي فاتت كانت معموله بنتستها، تمام. فلقينا فيها اقبال، وفي ناس كتير اتبسطت وناس كتير شاركت فيها. مم. فقررنا احنا السنه دي برضو نعملها وتكون بشكل اكبر. المره دي بقى هتكون على توسع شويه. الورك اوتس يعني صعبناها درجه شويه، تمام. مش قوي برضو. هي في كاتيجوري الانترميديت اللي انت اي حد يخش فيها، تمام. يعني ايا كان مستواك تخش. مش حاجه معقده قوي صعبه اللي انت ما تشاركش فيها، وده التارجت اللي انت برضو مم. بتعملها بمستوى متوسط عشان تجذب ناس كثيره اللي هم يشاركوا فيها. تمام. السنه اللي فاتت ما كانش يعتبر فيه جوائز. السنه دي لا، الموضوع على الاكبر شويه. السنه دي في سبونسر،
السنه تمام دي في جوائز ماديه وفي هدايا من السبونسرز داخلين. تمام وان شاء الله تكون دايما متطوره السنه دي احسن من اللي فاتت، وان شاء الله اللي جايه تكون اكبر وهكذا. باذن الله انت مكملها يعني على طول. هو احنا ان باذن الله. شاء الله ناويين ان احنا كل سنه باذن الله نعملها في رمضان، تمام يعني شهر كويس ويكون في اجواء كده، اجواء كويسه، الناس بتتجمع. السنه اللي فاتت بعد ما خلصناها الناس اتجمعت واتسحروا مع بعض، كان في يعني روح جو حلوه في حلو الموضوع. لطيف. اه بالظبط. طب انت متاكد معاك كام تيم يا كوتش دلوقتي؟ انت قلت لي انك انت قافلها على 40. اه هو احنا بنقفلها على 40 عشان احنا ملتزمين بتايم، لان احنا في رمضان فالوقت ضيق. مم. فاحنا بنستارت اصلا بعد الافطار من الساعه 8، المفروض نخلص 2 بالكتير قوي عشان في سحور. تمام فاحنا لا يعني والورك اوتس التايمات بتاعتها محطوطه ان هي تخلص بالظبط في التايم اللي احنا محددينه. تمام مش هينفع نزود عن كده عشان بعد كده يعني الفجر هيأذن علينا. صح فهي صح. يعني لما حسبنا التايمات والتيمز اللي المفروض تخش، مم. هي مش هينفع تكون اكتر من 40 تيم. تمام تمام. طب يعني هو لحد دلوقتي التيمات يعني اوريدي اصلا مسجله معانا لحد دلوقتي تقريبا 25 فريق. تمام ما شاء الله. فلسه في ناس سجلت النهارده، فاحنا وصلنا لحد دلوقتي ل 30 تيم. تمام. طب يعني ف انت بتتكلم ان اللي فاضل لك بس حوالي 10 تيمات لو حد حابب يدخل. بالظبط، يعني هم بالظبط هو لسه يعني 10 تيمات كمان عشان اللي احنا نكمل نكمل الكومبيتيشن. بس هي كده كده تمام. هتكمل، يعني السنه اللي فاتت كانت 30 والسنه دي برضو انت جبت نفس العدد بتاع السنه اللي فاتت. لا لا انا اقصد، انا بقول ليه كده علشان اللي بيتفرج معانا على الفيديو يبقى عارف ان هو الموضوع مش مفتوح اي حد يخش، لا ده احنا بالظبط هنوصل ل هو 40 ونكسب. لا هو بالظبط هو ليه عدد معين عشان انت مرتبط برضه بوقت معين، صح وعشان صح. ما يكونش برضه مجهود زياده على المنظمين وعلى الجادجز، وبرضه هنكون في رمضان وكده. فهو نبدا 8 نخلص 2. تمام. طب ممكن تدينا خلفيه سريعه بس يا كوتش عن التحديات اللي بتحصل في الست ساعات دول، يعني الالعاب اللي بيلعبوها او هو المسابقات بتبقى عن ايه بالظبط؟ هو الباتل بنعملها كل سنه بيكون فيها 3 ورك اوت. التيمات تمام كلها بتاخد 3 ورك اوت، وفي الاخر بنجمع اوفر اول بوينت. تمام. يعني انت لو اول ورك اوت انت ما كنتش احسن حاجه فيه، فده مم. مش معناه ان انت خلاص يعني سكورك وحش او انت مش هتكسب. انت لسه مم. عندك فرصه، ان انت لسه عندك 2 ورك اوت كمان ممكن تعوض فيهم. مم. مم. فهي الناس اللي عارفه او بتلعب كروس فيت عارفه اول ورك اوت دوت مدته 7 دقائق لتيمات الولاد، مم. 9 دقائق لتيم البنات. بيتلعب مم. بطريقه اسمها ايجو يجو. ايجو مم. يجو باي موفمنت، يعني انا بعمل حركه وانت بتعمل حركه، مم. بعد كده انا بعمل حركه وانت تعمل حركه. مم. ف معانا تايم معين، السكور اللي بيكسب اللي بيخلص في اسرع وقت. مم. هي بتعتمد دايما على التايم، تمام التمارين كلها بتكون سبرنت. تمام. فهم 3 ورك اوت، اول ورك اوت 7 دقائق لتيمز الولاد و9 دقائق مم. للبنات. مم. ثاني ورك اوت 3 دقائق للولاد والبنات، واخر ورك اوت 8 دقائق. اول ورك تمام اوت هيكون في الموفمنت اللي موجود، هيكون فيه للولاد دمبل سناتش، بول ابس، بوكس جامب اوفر، وكلين اند جيرك. تمام صح. البنات بس مبدلين البول ابس بكالوري على الرو. تمام. يعني بدل البول ابس نفس الموفمنت برضه دمبل سناتش مم. وبوكس جامب اوفر وكلين اند جيرك، بس بدل البول ابس هيكون في البنات كالوري على الرو. مش تمام. كل البنات لسه في البول في ابس، البول فاحنا ابس. كنا حابين ان احنا نعملها عشان ما تبقاش حركه صعبه. فبرضه يعني لو في بنات حابه تشارك ما يكونوش هم بيعرفوا يعملوا كل الحاجه، وبسبب يعني الحاجه دي بس ما يخرجوا من او ما يشتركوش. يكسبوش. وبعدين هي مش معموله اللي هي ار اكس، فعادي. تاني ورك اوت ده مدته 3 دقائق، مم. هيكون ديد ليفت وبربي اوفر بور. مم. و ده سبيد لادر، المفروض انا بخش اخلص سايكل كامله ما بين الديد ليفت والبربي، مم. وبعدين برجع بسرعه بعمل تاج لزميلي، زميلي بيخش برضه مم. يعمل نفس السايكل، والتايم بتاعي وبتاع زميلي بيتحسبوا على بعض. يعني انا مثلا عملتها في دقيقه ودكتور احمد عملها في 40 ثانيه، تمام فالتيم عملها في دقيقه 40 ثانيه، في تيم تاني تمام. عملها دقيقه 41. كل ما التايم مم. كان اقل كل ما كان سكورك احسن. اخر ورك اوت ده بيتعمل بحاجه اسمها سينكرونايز. سينكرونايز دي يعني زي كده مرايه، انا وانت مم. بنعمل نفس الحركه مع بعض، بنلعب سكوات مع بعض، مم. بنعمل لانج مع بعض. مم. هتكون بالساند باج، هتكون حاجه مم. اسمها بير هاج ووك سينكرونايز. انا وزميلي ماسكين الساند باج ماشيين مع بعض، هنعمل 15 متر، هنرجع هنعمل 10 سينكرونايز سكوات. يعني انا وزميلي بنطلع وننزل في نفس اللحظه مع بعض. تمام. هنرجع تاني نعمل بير هاج ووك، هنعمل سينكرونايز لانج مع بعض، حلو جدا. هنرجع برضه بير هاج ووك تاني بالساند باج.
تمام. هنعمل 10 ساند باجز كلين سينكرونايز. فالفكره بس موضوع السينكرونايز ده بيكون يعني محتاج هو ضبط. ممتع وصعب. اللي انا بالظبط محتاج انا وزميلي بنكون ماشيين على رتم معين، مم. بنكون محتاجين ان احنا نكون فاهمين بعض قوي، عشان انا ما اسبقكش وانت تسبقني فالعدى الجادج يقول لك نو ريب، يعني هي ما تتحسبش. يعني مم. لو انا عملتها صح وانت ما عملتها صح فبسببك انت او بسبب انا فهي مش هتتحسب. فهو بيكون كل في اصلا تجانس منه. منه شويه، مم. وبيكون في استراتيجي بنلعب بيها، مم. مش بنقعد نجري ورا بعض اه، وخلاص. ففي لو هو ثلاثه عايز ورك. يتدرب. اتفضل اتفضل. هو يكون في ثلاثه ورك اوت، وكل التيمز هيلعبوا ثلاثه ورك اوت. تمام. يعني هي مش تصفيات انت تلعب الورك اوت لو ما جبتش في سكور معين مش هتكمل، لا. ايا كان سكورك انتوا الثلاثه هتلعبوا الثلاثه ورك اوت، مم. وفي الاخر احنا هنجمع بوينت. تمام. فانت عندك فرصه تعوض في حاجه انت كويس فيها ما توفقتش في اول ورك اوت. يعني احنا عندنا كده كام فايز يا كوتش؟ احنا هيكون عندنا مركز اول وثاني وثالث في الولاد، تمام. ومركز اول ثاني وثالث في البنات. يعني عندنا ثلاث تيمات ولاد هيكسبوا، تمام. وثلاث بنات هيكسبوا. تمام، حلو جدا. بينافسوا في كاتيجوري البنات، والولاد بينافسوا في كاتيجوري الولاد. يبقى احنا كده بنتكلم في 12 فايز على اساس ان التيم عباره عن بالظبط. فردين. بنتكلم يعني باشخاص فرديه، فهيكون في 12 واحد هيكسبوا. حلو جدا. تيمز هيكون في ست تيمات. حلو جدا. حلو جدا. طيب كنت عايز برضو اسال حضرتك على الجوائز بتاعه المسابقه عشان الناس تبقى عارفه، او اشتراكات كمان المسابقه. يعني هو عشان يشترك هل في هو فيز بتدفع؟ تمام. هو التيم بيكون 500 جنيه التيم كله. يعني انا وزميلي بندفع 500 جنيه. بسيطه أوي ما شاء الله. اه بالظبط. يعني وهو مجموع الجوائز للست تيمات، الجوائز الماديه اللي هتدفع 9000 جنيه. تمام. المركز الاول 2000 جنيه، المركز الثاني 1500، المركز الثالث 1000 جنيه. نفس تمام. الكلام للبنات. المركز الاول 2000، المركز الثاني 1500، المركز الثالث 1000. تمام. طبعا احنا هيكون معانا سبونسر، من سبونسر طبعا تسليتهم دكتور احمد. تمام، ربنا يكرمك. تمام. يعني شرف لينا. شرف لينا. الله بيتعامل يكرمك. كتير مع بعض، هنقول يعني مش هنقول كل الهدايا دلوقتي وهنقول كل الحاجات الحلوه ان شاء الله. في مين سبونسر تانيين معانا، تمام. بس اسليتهم يعني هو المين سبونسر. هيكون ربنا في يكرمك. ممكن تقول للناس يعني الجوائز اللي طالعه من اسليتهم احنا ايه. باذن الله، باذن الله احنا هندي كل التيمات لكل فرد شنطه بتحتوي على منتجات اساسيه من المنتجات اللي بيستخدمها اي لاعب كروسفيت. بتندرج تحت تيشيرت، بنطلون، شورت، شيكر، حزام ظهر، دواعم للركبه وللكوع لان دي من الحاجات المهمه جدا عند لاعبي الكروسفيت. الكيوب بتاع المانيزيا. المانيزيا اللي بيستخدموه برضو في الويت ليفتنج او في الباربل. بس طبعا هيبقى فيه فروقات ما بين كل ان الاول هياخد عدد اكتر من التاني من التالت. ده مبدئيا. زائد ان هيكون فيه باذن الله هدايا رمزيه للحضور اللي متواجدين. وهنشارك برضو مع حضراتكم ببوث هيبقى فيه اهم المنتجات بخصم خاص لكل الحضور في نادي فيت وقت البطوله بتاعت باتل. آه، والخصم ده هيكون عن طريق كوبون كود هننزله دلوقتي على اللايف برضه علشان يبقى مع الناس لو عايزين يبدأوا يستخدموه من النهارده. هو شغال معانا لحد آخر شهر 4، يعني مكمل معانا رمضان والعيد. ده خصم خاص. الكوبون كود اسمه نافي فيت 15. يقدر يخش على الويب سايت بتاعنا ويشتري أي برودكت هو عايزه هياخد 15% اكسترا ديسكاونت حتى لو المنتج كان عليه ديسكاونت. يعني احنا بنعمل على السبورتس وير بخصومات عالية بتوصل ل 50%. فحتى لو الشوز عليه 50% هتقدر ان انت تدخل تاخد عليه خصم خاص كمان اضافي 15%. وكابتن معتز برضو كان عامل خصم خاص للعملاء بتوع اسيليت هوم. لو اي حد حابب ان هو يتابع معاه اونلاين في حته الكروسفيت والبيرسونال تريننج. وكمان لو حد من بورسعيد من عملائنا في بورسعيد حابب ان هو يروح البوكس نفسه بتاع الكروسفيت. قلت لي هيكون الخصم قد ايه يا كابتن معتز تقريبا؟ الخصم هيكون 25% مم. على الاونلاين تريننج في البوكس او على برامج النيوتريشن بلان. يعني تقريبا كده يا كابتن معتز الشهر عند حضرتك في نادي فيت هيبقى بكام تقريبا لو حد او ال3 شهور مثلا؟ هو 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 يعني هو الشهر اصلا الاشتراك عندنا يعني بيكون 500. تمام. ف 25% تقريبا حوالي هيدفع 125 جنيه هتبقى 375 جنيه. يعني
نعم. 375 350. والله اوفر كويس جدا، اوفر كويس جدا بصراحه. تمام. ده على 24 سيشن. وعلى التغذيه برضو نفس الكلام، لو في حد هيتابع التغذيه معانا برضو هيكون في برضو ديسكاونت 25%. حلو جدا، حلو جدا، ما شاء الله. التغذيه بتكون اونلاين يا كوتش؟ التغذيه بيتعملوا نيوتريشن بلان خاص بيه، بنتصل على بعض على الواتساب يعني. تمام، تمام. يعني انا كده احنا اعتقد اتكلمنا في اغلب النقط المهمه. انت حابب توضح اي حاجه مثلا غابت عني؟ لا انا مبسوط يعني ان انا بتكلم معاك يعني. طب هي شفتك اهم تاني. نقطه بس احنا نسينا نقولها، ميعاد البطوله. طيب، هي البطوله ان شاء الله هتكون الجمعه اللي بعد الجايه 7/4. تمام، تمام، اه هنبدا يعني، هيكون في بريفنج الساعه 8 نشرح فيه الورك اوت، الموفمنت كلها، الاداء الصح، الريب والنو ريب. وهنستارت اول هيت هيكون الساعه 9 تمام. ان شاء الله. يعني الساعه 2 هيكون البوديوم بتسليمي كويس بالشهادات بكل حاجه. حلو جدا، حلو جدا، ما شاء الله. كويس باذن الله. متوقع يكون في عدد كبير من الناس اللي هتلعب طبعا والناس اللي هتتفرج. يعني هيكون يوم كويس ان شاء الله، هيكون يوم كويس في المكان باذن الله. الناس هتتبسط منه. يعني عملناه السنه اللي فاتت والناس كانت مبسوطه، وان شاء الله السنه دي يتبسطوا اكتر باذن الله، طب وتكون طريقه حاجه كويسه الاشتراك يعني. حبيبي، حبيبي، طريقه الاشتراك يا كوتش لو حد عايز يشترك معاك بيتواصل معاك ازاي؟ هو في كذا طريقه. في لو هو مثلا من بورسعيد ممكن يجي البوكس، او عن تمام، طريق الواتساب. هو ممكن يعني بيتكلم معايا على الواتساب، او في فودافون كاش. يعني حلو في قوي، فودافون كاش وفي رقم حساب بنكي. حلو قوي، سواء حلو قوي. كده يعني يجي الجيم يسجل، ويسجل اسم التيم وبيسيب يعني سعر التيكت، او هو بيتواصل معايا على الواتساب وبيحول فلوسه فودافون كاش او على حساب بنكي، وبيبعت اسم التيم واحنا بنسجله عندنا. يعني مش طب لازم حلو، يجي، حتى ممكن كل حاجه عن طريق الواتساب يعني. طب حلو. طب ممكن حضرتك حتى تبعت لنا دلوقتي بعد ما نقفل برضو العنوان بتاع البوكس، رقم التواصل واتساب، رقم فودافون كاش، واحنا نحطه في اول كومنت بحيث لو دلوقتي اي حد هنبعت. عايز يتواصل يقدر يوصل بسرعه يعني. خلاص هبعت كل التفاصيل، رقم فودافون كاش والعنوان ورقم الحساب البنكي وكل حاجه. ولو في اي تواصل ان شاء الله باذن الله يكون يوم كويس يعني، باذن الله. الناس تتبسط منه ويكون يوم جميل باذن الله. كويس بيكم يا كابتن معتز، محترمين دايما يا باشا، وفرصنا ربنا يكرمك. الله يكرمك بيك. يا حبيبي، الله يكرمك. اتشرفت بيك يا كابتن معتز. وجودكم معانا يعني تكون اضافه باذن الله. باذن الله يا حبيبي، باذن الله. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. رمضان السلام كريم، عليكم. وقابلك قريب على خير ان شاء الله. الله اكبر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مع مع السلامه. السلامه. اتفضل.